السلام عليكم. فيديو النهارده موجه لكل الناس اللي بتحاول تشوه صورة النادي الأهلي العظيم، وخصوصا لما بنسمع كلام مش منطقي من بعض الشخصيات الزملكاوية. الفيديو ده مش تقليل من حد، لكن لازم نوضح الحقائق بدل ما نسيب الناس تعيش في الأوهام. ما تنساش تعمل لي متابعة ولايك وشير للفيديو وأي حاجة تيجي من ريحة الحبايب. يلا بينا نخش في التفاصيل. شوف الفيديو ده. انت كنت عايز الزمالك يرجع من نفع نفس سياره مع الاهلي. المشكله عادي انت بيجيبوها ازاي بقى؟ يعملوا ايه؟ الطياره اصلا فاضيه. ما الوقت الاهلي مأجر طياره خاص. لا حول الله. انت بتقول الزمالك، طب ماشي، ما هقول لما انت ما هقول ماشي أنا معاك. انا فاهم على قد الطياره خاص ايه يا ريس؟ بدل ما التاني دول قاعدين عادي، يعني احنا بلد واحده، يعني شعب واحد. او ايه المشكله؟ مش فاهم. هو في مشاكل؟ مفيش. ارد عليه. ده بشير التبعي طلع يتكلم بعد ماتش الاهلي وجور ماهيا في كينيا، وقال ليه الاهلي ما يرجعش لعيبه الزمالك معاه على الطياره الخاصه بدل ما الزمالك يستنى هناك كمان يوم. طبعا كلنا عارفين ان الاهلي بعد ما خلص الماتش طلع على المطار على طول ورجع بطيارته الخاصه، والزمالك كان بيلعب على نفس الاستاد اللي الاهلي لعب عليه مع البوليس الكيني قبلها بيوم، وكان هيسافر تاني يوم على مصر للطيران. وانا بسال كابتن بشير سؤال: هو الزمالك هل طلب من الكابتن بيبو؟ طب هل الاهلي رفض؟ اكيد لا. لو كان الزمالك طلب بشكل رسمي اكيد كان الموضوع هيفرق، لكن بدل ما تطلع تقول ليه نادي الزمالك ما طلبش من النادي الاهلي انه يركب لعيبته مع لعيبه النادي الاهلي في الطياره الخاصه بتاعته ويرجعوا مصر سوا، لا، تطلع تقوم وتهبط بكلام الهدف منه تشويه صوره النادي الاهلي وبس. وانت فكرك انت لو قدمت طلب والنادي الاهلي وافق ان لعيبه النادي الزمالك تركب مع لعيبه النادي الاهلي في نفس الطياره كده خلاص الموضوع اتحل؟ انت لازم تقدم طلب رسمي للجهات المختصه انك بتلغي الرحله بتاعتك وبتقدم الرحله ميعادها يوم. يعني دي قصه تانية. وما اكتفاش بكده، بيقولك ده كمان كان هيبقى توطيد للعلاقات واحنا شعب واحد. طب احنا في ديت احنا شعب واحد ما اختلفناش، احنا فعلا بلد واحد وشعب واحد وستة واحد. طبعا تعرفوها كويس، وانت طبعا يا كابتن بشير عارفها كويس. بيبو واحد لواحد، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. بالظبط كده. لكن الموضوع هو شعلة للإعلام المضلل اللي بيقودوا مجموعة من الزملكاوية اللي عندهم أحقاد ضد النادي الأهلي. أي موضوع لازم يقلبوه للنادي الأهلي، بدل ما يتكلموا ويقول لك إن المفروض نادي الزمالك كان يبعت طلب للنادي الأهلي يستسمحوا إن اللعيبة بتاعته تركب معاه، بعد كده يقدموا طلب رسمي للجهات المختصة عشان يلغوا الرحلة بتاعتهم ويقدموها يوم. يعني الموضوع كان قصة. لا، ده طلع يقول لك وليه الأهلي ما خدش اللعيبة معاه؟ ما هو يا ليت المطالب بالتمني. ما كانش حد غلب، ناس بتدور على اي هبد وبس. هدخل على موضوع تاني مهم جدا. الاهلي طلب من الكاف انه يستلم درع الدوري في ماتش جورماهيا على استاد القاهره يوم السبت القادم، والكاف وافق. قرار منطقي جدا. الاهلي لقى فرصه ان هو هيحتفل بدرع الدوري في وسط 30 الف مشجع اهلاوي وعلى ارضه، بس كالعاده في ناس عايشه في كوكب تاني. الناس دي انا بطلق عليهم اطفال الانترنت، اللي هم مش فاهمين اي حاجه وبيتكلموا في اي حاجه وخلاص. المهم ان هو يهاجم الاداره، والاداره قراراتها غلط، والاداره مقصره، والاداره متخاذله. ناس بتردد وخلاص، مش فاهمه اي حاجه. يقول لك ليه الاهلي يحتفل في ماتش افريقي بدرع الدوري؟ ولما طلعت اشاعه ان هو هيستلم درع في العالمين، قال لك ازاي دي اداره متخاذله وازاي نروح نستلم درع الدوري في العالمين؟ واللي قال لك ما كنا نستلمه في ماتش السوبر اللي جاي؟ يعني ما تفهمش الناس دي بتفكر ازاي. هناخدهم واحد واحد كده. اولا دي لحظه استثنائيه وسط جمهورك وعلى ارضك، والاهلي مش بيضيع فرصه زي دي. ولما طلعت الاشاعه بتاعت العالمين، عالمين ايه يا عم اللي انا هروح استلم فيها درع الدوري؟ لو اتفرض عليا ان انا هروح العالمين عشان استلم درع الدوري، انا فين الجمهور بتاعي اللي هيحتفل معايا؟ مفيش. او السوبر اللي في السعوديه، تخيل انك رايح تلعب بطوله وبنسبه كبيره ممكن تكسبها ان شاء الله، فهتحتفل ببطوله ولا قدر الله ممكن تتهزم. ففي كلا الحالات باذن الله لو كسبت البطوله، طب هتحتفل بدرع الدوري على ايه؟ طب ما في بطوله السوبر. ولا قدر الله لا قدر الله لو اتغلبت، هيبقى ليك وش ازاي انك تستلم درع الدوري؟ يعني هو الفكر مفيش. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. المهم الاهلي بيدور ان هو يحتفل بكل بطولة وسط جمهوره اللي واقف جنبه، اللي دايما بيسانده في كل لحظة. ده احسن
ولا الهبد اللي انتوا بتهبدوه؟ ده كان فيديو النهارده توضيح بسيط للاكاذيب اللي بتتردد من بعض الجهات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش المتابعه واللايك والشير، واشوفكم الفيديو اللي جاي.